أدت هجمات سبرانية واسعة إلى تعطل مواقع هامة في دولة الاحتلال الإسرائيلي، إذ طالت بذلك بنوكا وشركات والنظام الخاص بصفارات الإنذار. وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن موقع شركة الكهرباء الإسرائيلي انهار بفعل هجمات سبرانية متواصلة، وذلك منذ الصباح. كما تعطل موقع البريد الإسرائيلي وعدة مواقع خاصة ببنوك وهي يومي وبنك ديسكونت وبنك مزراحي تفحوت وبنك ميركانتيل وبنك يروشلايم القدس وبنك بذلك مساد وبنك أوتسدار هاحيال وبنك هابي اليومي. ومن ضمن المواقع التي انهارت موقع خاص بصناعة السيارات. وفي وقت لاحق أعلنت مجموعة وتطلق على نفسها اسم أنونيموس سودان مسؤوليتها عن اختراق المواقع الإسرائيلية منذ الجمعة، وجاء الاختراق بالتزامن مع يوم القدس الذي تحييه إيران في آخر جمعة من شهر رمضان المبارك في كل عام. وتهدف الهجمات إلى منع تزويد الخدمات من خلال إطلاق عدد كبير من المستخدمين للدخول إلى خوادم المواقع الإلكترونية سوية وبموجب أمر من أجل التسبب بانهيارها. واللافت أن نجاح الهجمات جاء رغم إعلان شركة تشيك بوينت المتخصصة في منع هجمات كهذه أنها وتحسبا ليوم القدس بدأت بتفعيل أنظمتها لحماية المواقع الإسرائيلية. وأشارت إلى أن الهجمات لم تؤدي إلى اختراق المواقع بل إلى انهيارها فحسب. واستهدفت هجمات سبرانية الأسبوع الماضي شبكة حواسيب لشركة البريد الإسرائيلي وبين خدمات البريد التي تعطلت من جراء الهجوم السبراني، وبتنسيق دور من خلال موقع البريد الإلكتروني خدمات تجارية من بينها إرسال رزم ودفعات رسوم وعملات الجمارك، وقسم من خدمات تسديد حسابات لوزارات وهيئات أخرى، ومن بينها سلطة الضرائب. كذلك تسبب هجوم سبراني بتعطيل ري حقول في مناطق واسعة وتحلتها إسرائيل. قررت إسرائيل إغلاق المجال الجوي على بعد 6 كيلومترات من الحدود السورية واللبنانية شمالا، ومثلها على الحدود مع قطاع غزة جنوبا وأمام الرحلات الجوية المدنية، وبالتزامن مع تعزيز الجيش الإسرائيلي أنظمة الدفاع الجوي وفي جميع أنحاء البلاد وخوفا من تهديدات أمنية. وذكرت القناة 11 الإسرائيلية اليوم الجمعة 14 من نيسان أنه جرى توزيع رسالة بخصوص الحظر الجوي لسلطات المطارات، وعلى أن يكون المنع ساريا وحتى الساعة 7:30 من مساء الأحد المقبل. وأفادت القناة مساء أمس الخميس أن الجيش الإسرائيلي سيعزز أنظمة الدفاع الجوي في جميع أنحاء البلاد، وينشر بطاريات دفاع جوي إضافية من القبة الحديدية الموجهة وإلى الشمال، خوفا بذلك من إطلاق صواريخ أو طائرات من دون طيار من لبنان أو سوريا. وكانت القناة 12 الإسرائيلية قالت إن الجمعة الأخيرة من رمضان وفي نفس الوقت يوم القدس يفرضان حالة تاهب قصوى في أنحاء البلاد. وأضافت في المنظومة الأمنية يستعدون ليوم توتر يحتمل خلاله إطلاق طائرات مسيرة وصواريخ وشن هجمات إلكترونية من إيران، ولذلك تم تعزيز منظومات الدفاع الجوي ونشر بطاريات القبة الحديدية في جميع أنحاء البلاد. وتأتي هذه الإجراءات بعد جولة محدودة من غارات إسرائيلية جوية على لبنان بعد إطلاق رشقات صاروخية نحو شمالي الأراضي الفلسطينية المحتلة من الجنوب، وبعد تصاعد التوتر في القدس والضفة الغربية بعد الاقتحامات الإسرائيلية المتكررة وذلك داخل المسجد الأقصى. أما الأسبوع الماضي استهدف الجولان السوري المحتل من جانب آخر بقصف صاروخي مصدره الأراضي السورية، ورد عليه الجيش الإسرائيلي بقصف استهدف عدة مواقع في الجنوب السوري. وفي الخامس من نيسان الحالي تصاعد التوتر في القدس الشرقية على خلفية اقتحام بذلك للقوات الإسرائيلي للمسجد الأقصى واعتقال مئات المصلين، الأمر الذي أثار موجة إدانات عربية وإسلامية ودولية واسعة. وردا على الاقتحام الإسرائيلي أطلقت بعض الفصائل الفلسطينية رشقات صاروخية محدودة ومن قطاع غزة تجاه المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للقطاع، وحذرت شعبة المخابرات في الجيش الإسرائيلي من احتمال اندلاع الحرب مع إيران وبشكل أقرب من التادية، ومتوقعة أن التوترات الأمنية لن تختفي بعد نهاية رمضان وبشكل قد يؤدي إلى الحرب، وبحسب ما نشره موقع ولا الإسرائيلي في 12 من نيسان الحالي. واقترحت أجزاء ردا غير عاديا ضد حركة حماس وحزب الله وميليشيات إيران في سوريا ولتهدئة التوتر الديني نتيجة الأحداث الأخيرة المرتبطة بالحرم القدسي الشريف. وأكد تقرير عبري أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بذلك يناجب حربا جديدة ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، ومشيرا إلى أن نتنياهو يفضل ضبط النفس فيما يتعلق بالملف الأمني.
ويأتي ذلك في ظل التقديرات الأمنية الإسرائيلية التي تشير لإمكانية اندلاع مواجهة عسكرية جديدة بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية بغزة. كما أشارت تقارير عبرية أن التصعيد العسكري مسألة وقت. وقال تقرير لصحيفة هارتس العبرية إن نتنياهو يفضل باستمرار الحذر وضبط النفس في المجال الأمني وعلى الإجراءات التي قد توصف بأنها غير مسؤولة، وفي إشارة إلى عدم رغبته وبحرب جديدة مع غزة. وأوضح أن سلوك نتنياهو الأمني دائما ما يرتبط باتخاذ قرارات أكثر حذرا، وغالبا لا يترجم تصريحاته ولا تهديداته إلى أفعال، وعادة ما يمتنع عن الشروع في أعمال هجومية ومن شأن أن تجبر إسرائيل إلى خطر الحرب. وبين أنه في العام 2012 إلى العام 2021 شرعت حكومات نتنياهو المتعاقبة في الدخول ب3 عمليات رئيسية بقطاع غزة، وأجرت إلي بفعل التحركات العسكرية ومن قبل حركة حماس وللفصائل المسلحة الأخرى. وأضاف التقرير العبري نتنياهو كان يتحرك على مضض بعمليات واسعة النطاق لكنها محدودة، وفي كل منها كان حذرا بالشروع في عملية برية كبيرة بالقطاع، وكان خائفا جدا من الخسائر العسكرية على حد تعبيره. وأشار التقرير إلى أن نتنياهو أظهر حذره في عملية الجرف الصامد والتي أطلقها الجيش الإسرائيلي في العام 2014 والتي نجح في إدارتها، ولافتا إلى أن ذلك كان من خلال تجاربه الشخصية. وحسب التقرير العبري فإن نتنياهو انحرف عام 2019 وعن هذا مبدأ تجنب الحرب عندما أراد الانتقام ومن حركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني، وبعد إطلاق التنظيم صاروخا خلال حملة انتخابية وكان يتواجد بها في أسود. هذا وفي خبر آخر، طلب أعضاء في الكونغرس الأمريكي الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير خارجيته باتخاذ الإجراءات لوقف استخدام التمويل الأمريكي لانتهاك حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية. وعرب أعضاء الكونغرس في رسالة وجهوها إلى بايدن وبلينكن عن القلق إزاء العنف المتصاعد في الضفة الغربية المحتلة والتصرفات المقلقة التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية الجديدة المتطرفة، مطالبين باتخاذ إجراءات عاجلة ولمنع المزيد من إزهاق الأرواح. وطالبوا بتغيير السياسة الأمريكية في ضوء العنف المتصاعد وتواصل الاستيلاء على الأراضي والتنكر للحقوق الفلسطينية، مشددين على أن حماية الديمقراطية وحقوق الإنسان وحق الفلسطينيين والإسرائيليين في تقرير المصير هي شروط أساسية ولتحقيق السلام الدائم. وأشاروا في رسالتهم إلى أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير يحرض بشكل علني على العنف ضد الفلسطيني. كما أعلن وزير المالية بتسلائيل سموتريتش عن تشجيعه لإبادة قرية حوارة في أعقاب الهجمات التي شنها متطرفون إسرائيليون وذلك ضد القرية. ووجود هذين الوزيرين في الحكومة الإسرائيلية الحالية يجعلها الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل، لأنهما يشجعان السياسات العنصرية القمعية والمعادية للديمقراطية.